أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الهدى ووصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وناصر الأبرار ودائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين ويترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الهجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته. السلام على الدعاة إلى الله والأدلة على مرضاة الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه
القوم وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة والسادة الحماة وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته وحزبه وهيبة علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده المنتجى ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته. اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته وعزكم بهداه وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه وهججا على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لبهجه وأركانا لتوحيده وشهداء على خلقه وأعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلا على صراطه. قسمكم الله من الظلام وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا وعظمتم جلالا وأكبرتم شأنا ومجدتم كرما وعدمتم ذكرا ومكدتم ميثاقا وحكمتم عقد طاعته ونسعتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة وبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أصابكم في جنبه وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر
وجاهدتم في الله حق جهاده حتى اعلنتم دعوته وبينتم فرائضه وأقمتم حدوده ونشرتم شرائع أحكامه وسننتم سنته وسرتم في ذلك منه إلى الرضا وسلمتم له القضاء وصدقتم من رسله من مضى فالراغب عنكم معرض واللازم لكم لاهب والمقصر في حقكم ظاهر والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهل ومعدن وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم والوالاكم فقد وال الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله أنتم الصراط الأقوى وشهداء دار الفناء وشفاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المنفوذة والباب المبتلى بالناس من أتاكم نجاة ومن لم يأتكم هلاك إلى الله تدعون وعليه تدلون وبه تؤمنون وله تسلمون وبأمره تعملون وإلى سبيله ترشدون وبقوله تحكمون سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جهدكم وذل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم من اتبعكم فالجنة مأواكم ومن خالفكم فالنار مثواكم ومن جادكم كافر ومن هاربكم مشرك ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي وأن أرواحكم ونوركم وتينتكم واحدة تابت وتورت بعضها من بعض خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه مهتدين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا فكنا عنده
مسلمين بفضلكم ومعروفين بتسليقنا إياكم، فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وعلى منازل المقربين وارفع درجات المرسلين، حيث لا يلهب لاهب ولا يفوق فائق ولا يسبق سابق ولا يطمع في إدراكه تامه، حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر صالح ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد، إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقالدكم وثبات مقامكم وشرف محلكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم علي وخاصتكم لدي وقرب منزلتكم من أبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي، وشهد الله وشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به كافر بعدكم وبما كفرتم به مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم مبال لكم ولأوليائكم مبغض لأعدائكم ومعاد لهم سلم لمن سالمكم وحب لمن هاربكم محقق لما حققتم مبتل لما ابتلتم مطيع لكم عارف بحقكم مقر بفضلكم معتمد لعلمكم محتجب بذمتكم معترف بكم مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم آخذ بقولكم عامل بأمركم مستجير بكم زائر لكم لاحظ بقبوركم مستشفع إلى الله عز وجل بكم ومتقرب بكم إليه ومقدمكم أمام طلبتي وأبائجي وإرادتي في كل أهوالي وأموري مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم ومفوض في ذلك كله إليكم ومسلم فيه معكم وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم مقدم حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه فمعكم لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم
بما تولیت به اولکم و برئت الی الله عز وجل من اعدائکم و من الجبت و الطاغوت و الشیاطین و اذبهم الظالمین لکم الجاهدین لحقکم و الماردین من ولایتکم و الغاصبین لارثکم الشاکین فیکم المنحرفین عنکم و من کل ولیجة دونکم و کل مطاع سواکم و من الائمة الذین یدعون الی النار و ثبتنی الله ابدا ما حییت علی موالاتکم و محبتکم و دینکم و وفقنی لطاعتکم و رزقنی شفاعتکم و جعلنی من خیار موالیکم التابعین لما دعوتم الی و جعلنی ممن یقتص آثارکم و یسلک سبیلکم و یهتدی بهداکم و یحشر فی زمرتکم و یکر فی رجعتکم و یملک فی دولتکم و یشرف فی غافیتکم و یمکن فی ایامکم و تقر عینه غدا برؤیتکم و ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی من اراد الله بدا بکم و من وحده قبل عنکم و من بسده توجه بکم موالیت لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنحکم و من الوصف قدرکم و انتم نور الاخیار و هدات الابرار و حجج الجبار بكم فتح الله و بكم یختم و بكم ينزل الغیث و بكم يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه و بكم ينفس الحب و یکشف الضر و عندكم ما نزلت به رسل و هبطت به ملائکة و الی جدکم بعث الروح الامین آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین تحت کل شریف لشرفکم و بخع کل متکبر لطاعتکم و خضع کل جبار لفضلکم و ذل کل شیء لکم و اشرقت الارض بنورکم و فاز الفائزون بولایتکم بكم يسلك الارض و علی من جهد ولایتکم غضب الرحمن و ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی ذکرکم فی الذاکرین و اسماؤکم فی الاسماء و اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح و انفسکم فی النفوس و آثارکم فی الاثار و قبورکم فی القبور فما اهلا اسماءکم و اعظم شأنکم و اجل خطرکم و اوفا عهدکم و اصدق وعدکم کلامکم نور و امرکم رشد و
ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير عبادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الهد والصدق والرفق وقولكم حكم وعتم ورأيكم علم وعلم وهز إن ذكر الخير كنتم أقبله وأسلوه وفره ومعدنه ومأواه ومنتهى أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثناءكم وأحصي جميل بلائكم وبكم أخرجنا الله من الضر وفرج عنا غمرات الكروب وأنقذنا من شفاجر في الهلكات ومن النار أبي أنتم وأمي ونفسي بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسد من دنيانا وبموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة وتلفت الفرقة وبموالاتكم تقبل الطاقة المفترضة ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة المقام المحمود والمكان المعلوم عند الله عز وجل والجاه العظيم والشان الكبير والشفاعة المقبولة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم فبحق من ائتمنكم على صدق واستراكم أمر خلقه وقال طاعتكم لطاعته لما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي فإني لكم مطيع من أطاعكم فقد أطاع الله ومن عصاكم فقد عصى الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله اللهم إني لو وجدت شفاء أقرب إليك من محمد وآل بيت الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتم شفائي فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد وآل محمد